طبعا نرويج يا جماعه قالوا يومين ده في جوبا وضع بتاعهم صعب جدا، وبالذات ناس بتاع ستيفن فار يهوذا الاستخريوطي الباو دكتور رياض مشار كامل بحاله بسان بتاع والول. والان كل ما يسمع اخبار انه سيتم اطلاق سراح دكتور رياض مشار طوال بيقوموا جارين للصيدليات عشان يشتروا الحبوب بتاع الفلاجين. والله يا جماعه الناس ديل بيقوا خايفين من المعلم خوف كده ما عادي كله. والله ما بيذكرني الا لما كنا صغار في المدرسه، وبالذات في الفصل لما يقول لكم ده كل استاذ جاي كلنا بنكونوا خايفين العمل مشكله والما عمل مشكله. فده الحاله الناس عايشين فيه الان في جوبا. انا ما اعرف ليه الناس خايفه كده. والله الوضع الان في جوبا العمل مشكله والما عمل مشكله كلهم خايفين من خروج بتاع دكتور رياض مشار. فده بياكد تماما انه فارق والده كان عباره عن نمر من ورق. اما نوروي والتاني مجموعه بتاع تابان دينجا هيل كان يومتها قاعد يمشي ولايه الوحده هناك وبيمشي يكذب بانه يا اخي لازم رياض مشار ده هيتحاكم. الان بقوا خجلانين كده من نفوسهم وبقوا يدنقروا كده زي النسوان اللي ودوا العروسه بيته ولقوا العروسه ما كويس. انا فكرتهم كله بقى بس كيف انه يتخارجوا صوره من الورطه ده. فنوروي والسجمانين القاعدين في جوبا ديل بصراحه بقوا في مفترق الطرق ما عارفين نفوسهم ذاته انه يمشوا وين، لانه لو قالوا دايرين يقعدوا مع الفكير فهم حيكونوا فلنقايات من درجه صفر، واذا قالوا دايرين يرجعوا تاني لرياض مشار فاكيد طبعا بيلقوا باب التوبه قفل. وده الشلاقه اللي كنا ما دايرينه. وانا من هنا برضه بيتمنى انه دكتور رياض بعد كده يتوب ويختار قيادات الثوريه الحقيقيه، ومش ناس اللي بيكونوا معاك في وقت الاكل ولما يجي حاجه كابله كلهم يفروا منك. فالكلام ده كرر نفسه كثير يا دكتور رياض، وانت بعد ده حقه تعمل حسابك. فدكتور رياض ذاته يا جماعه عنده مشكله والله بيستحق ينجلد 100 صوت، لانه ما ممكن يا جماعه كل مره نفس السيناريو حكومه يعملوا له نفس الاخطاء بيقع فيه دائما يا جماعه. بيختار قيادات الماسورين كل مره يجوا ويبيعوا باقل ثمن، وكل مره يا بنفس الطريقه وبنفس السيناريو دائما بيقع في كوارث زي ده. ليش شنو؟ الزول ده يا جماعه ما بيتوب كله هسه داكو حيمرق من السجن، وبعد شويه تاني حيجي يعمل نفس الاولاق بتاعه ده تاني، حيختار ناس بالشخصيات بالوسامه. والله جد كلام اللي انا بقوله لكم ده حقيقه. هسه تاني مو جاء دكتور رياض مارق من السجن بس شوفوا بس تاني هيختار الناس بالوسامه. والله يا جماعه زول ده عنده فلجه كويس، والله زول ده لبيس تمام بيربط الكرافته كويس، والله ده يا والخيار ذاته كروب جيبوا المكتب السياسي نفس السيناريو تاني دكتور رياض هيجي يعمله. فزول اللي اسمه دكتور رياض ده ما بيختار القيادات بالكفاءات الثوريه كويس او بالاسم شنو ده، يعني هو بيختار حسب الوجاعه بتاعتك. يعني انت جيب له كده ابتسمت وانت زول كذاب من درجه اولى داك نو بتاع ايس افريكا داك اللي عندهم شهادات ماجستير في الكتب ده كويس وبيشكوا كويس كده، والواحد يعني الشخصيه بتاعه هناك كده بس طوال دكتور رياض بقول ايوه بس ده هو القيادي ذاته. فعشان كده انا بصراحه انا بنسى انجلينا تاني انه دكتور رياض ده لو مرق كده عليك الله اول حاجه قابله بدكتور نفسي يشوف نفسياته ده في شنو، لانه الزول ده مشكلته بس مع الوجاهه، بيختار القيادات حسب الوجاهه بس، يعني ما بيختار القيادات حسب الكفاءات الثوريه، بيختارهم حسب الوجاهه ودائما بيقع في نفس الورطه. معناته الزول ده عنده مشكله نفسيه كده بيحتاج انه طبيب نفسي يمشي يحدد الزول ده بيعاني من شنو كويس. انا ما ممكن يا جماعه كل مره الثوره ينهار في يدك بسبب قيادات طفيليات، ناس ما عندهم اي برنامج ولا عندهم روح ثوري ولا عندهم كفاءات ولا عندهم اي حاجه، يعني ناس بسطاء جدا. يعني انت بترفع من الصفر لاعلى مكان ويجي يبيعوك بالصفر $0. فالمجموعه بتاع اليهوذا الاسقريوطي اللي هو مجموعه بتاع فاركوال ومجموعه بتاع طابان دينجا، انا بنقول لكم تصفيكم من هنا من جبل لحد الحدود السوريه كويس. ده هو زول اليوم اللي انتوا كان بتشمطوا فيه والان يا مارك وبكل شهامه. فعشان كده يا جماعه البيع بارخص ثمن ما كويس، كلام ده ما تمام. انتوا ناس قلتوا ثوريين ما ممكن تجي تبيعوا الزول بارخص ثمن. على كل حال نحن مقدما بنقول